السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بيكم. في الجزء ده هنتكلم فيه عن البيرسون براندنج، وازاي بنقدر نعمل الفانلز. يعني ازاي بقى بنقدر نربط الفانلز بالبيرسون براندنج بتاعنا. يعني ايه الفانلز؟ ازاي بقدر انفذ الفانلز؟ كل الكلام ده حطيته لكم في ملف هتلاقيه في اسفل الديسكريبشن عشان اوفر عليكم كتير. لكن وانت بتقرأ لازم تبقى فاهم حاجة مهمة جدا. التصميم اللي قدام حضرتك اللي انت شايفه ده، طبعا الديزاين ده بيختلف. يعني ممكن تلاقي فيه 5، يعني احنا هنا عندنا 4 فانلز بس، في ممكن تلاقي فيه 5، وفي بعض الاوقات هتلاقي فيه تصميمات فيها 6 فانلز. فانت اصنع الفانلز الخاصة بالبراندنج بتاعك بناء على ايه؟ بناء على بعض الانفورميشن اللي انا سايبها لك في اسفل في الوصف. هتلاقي فيه لينك، ادخل حمل الفايل ده هيفهمك كل حاجة ان شاء الله عن سيلز فانل. خليني برضو اديك كده مثال بسيط للفانلز. الفانلز احنا بنبدأ نعمل عملية الاورنس بتاعتنا، ان احنا بنبدأ نعرف الناس احنا مين، احنا بنقدم ايه، احنا فين. ويمكن كان في حكمة كده لسقراط لما دخل عليه شخص يعني أنيق وجميل ومهندب كده في نفسه، فبيستعرض يعني جماله، بيستعرض أو بيتباهى بجمال اللبس بتاعه وجماله. فسقراط رد عليه وقال له: تكلم حتى أراك. فأنت لازم تتكلم عشان الناس تعرفك، لازم تتكلم عشان الناس تشوفك. طيب أنا بتكلم ده بناء الكلام ده إزاي؟ الناس هتشوفني وهتعرفني وهتقيمني منين؟ الناس هتعرفك وتقيمك من خلال الكونتنت اللي بتقدمه. اي كان مجالك لازم بيبقى فيه كونتنت انت بتنزله وبتنشر علمك او بتنشر الحاجة اللي هي عندك او الملكة اللي هي عندك، الحاجة اللي بتقدمها، حتى لو في سبيل ان انت بتستفاد من وراها وبتبيع. حتة الاورنس او التوعية للبراند بتاعك بتيجي من خلال الكونتنت. بعد كده ابدأ شوف اهتمامات الناس في ايه وابدأ اتكلم في مشاكلهم. كل ما كان تقدر تقدم مشاكل للناس، كل ما كان البراندنج بتاعك بيوصل بشكل اسرع وبتسيب اثر اقوى. زي ما اتفقنا، يمكن احنا اتكلمنا حتى وانا بقول لك البراندنج او اهميه انك تبني براندنج. لو تفتكر في اول سيشن كنا اتكلمنا انك انت تكون صاحب اثر. لازم تكون يعني صاحب اثر. الفنان الفلاني، المغني الفلاني هو اللي بيعلق معاك لان هو في حاجة اثرت فيك فعلق معاك، صح كده؟ فهي نفس الكلام. فبالتالي انت لازم تشوف اهتمامات الناس وتبدأ ان انت تتكلم طبعا على مشاكلهم. بتبدأ بعد كده بتدي للناس، او بتبدأ ان انت في حتة تشوف الناس هم عايزين يلتفتوا حواليك على ايه بالظبط، وبتبدأ ان انت تقدم منه جزء مجانا او شكل مجانا. تبدأ ان انت تشوف الناس، في ناس طبعا بتحتاج ان انت تبقى معاها في حل مشاكلها، يعني كبيرسونال بقى، يعني بشكل شخصي. اه لا تعالى، دي بيبقى طبعا بيبقى ليها او السيرفيس دي بيبقى ليها خدمة بمقابل، لان اكيد دي بيبقى اكل عيشك، او يعني بالبلدي كده بيبقى اكل عيشك، واكيد ده بيبقى مصدر رزقك. فبالتالي الفانلز هنا لما بنيجي بنبنيها بالشكل او الشكل اللي من بره ده. تعال نشوف ممكن نقدر ازاي ننفذه عندنا على مثال. لو انا عندي ويب سايت، ايه هي اهم الخطوات اللي لما يبقى عندي ويب سايت بقدر انفذ الفانلز دي ازاي؟ ده موقع ليه يعني يمكن من الناس اللي دايما انا بتابعهم، جون لومر. ده يمكن من اقوى الماركتير على الفيسبوك في جزء الاعلانات. فيعني الشخص ده عامل فانلز حلوه على الويب سايت بتاعه. الشخص ده كل فتره بيعمل حاجه اسمها ويبينار. بيبدا ان هو بيبعت لي على الميل ان في ويبينار تقدر ان انت تدخله. فالراجل ده لما بيجي يعمل الويبينار بتبدا ان انت طبعا تدخل معاه. وبينار دي كده زي يعني سيشن مجاني، وبيبدأ الراجل بيتكلم على المشاكل وعلى حلول المشاكل وعلى أهم الاستراتيجيات وبياخد سؤال وجواب منك. ومن خلال السؤال والجواب اللي بياخده منك طبعا انت بتستفيد وغيرك بيستفيد من خلال دوت. بيبني طبعا حاجة اسمها قائمة بريدية. قائمة بريدية هنا قوة البراندنج بتاعك بتتمثل في قوة الداتا اللي بتبقى معاك. كل ما كان معاك داتا لناس مستهدفة حضروا ليك سيشن، كل ما كل ده طبعا مكان سهل الوصول ليهم. طبعا ازاي تستغل الداتا دي بشكل يكون الناس تحبه، بشكل يكون الناس مهتمية جدا بالميل بتاعك بتاع يمكن مش عايز ادي بس امثله لبعض، يمكن النماذج عشان ما يكونش يعني
نوع من انواع التشهير بيهم، او يعني يكون في مشكله معاهم في حاجه زي كده. بس انا جايب لكم يعني حد كده، الشخص ده بيعمل كل فتره ويبينار بيدعونا ليها طبعا. يمكن بيخرج من الويبينار دوت بروكشوب طبعا المتعرف عليه، اللي هو انت بتعمل مثلا محاضره مجانيه عشان تجمع الناس، عشان الناس تحضر معاك كورس بعد كده وهكذا يعني. ده المتعرف ليه، وفي بعض الناس فاهمه الموضوع دوت، ولكن هو مش بيبقى مش بيعمل كده، هو مش بيدعو اصلا ان انت تحضر، لكن يبدأ يجزأ لك المسج اللي بتوصل لك على اجزاء لحد ما يوصلك يخليك تاخد معاه الاكشن في الاخر يعني. تمام. طيب الراجل ده في البداية اول ما تدخل، بس انا عشان مشترك القائمة البريدية بتاعته فما ظهرليش القائمة البريدية، فممكن وارد ان هي يكون عدلها، او وارد ان هو يكون بيحدثها، لكن كان ده في اول اي حد زائف جديد. وسبحان الله يعني انا لو كنت مثلا بفتح من نفس البراوزر بتاعي اللي انا كنت سجلت ما يجيليش، ولكن لو فتح من متصفح تاني كان تجيلي المسج. لكن هو ممكن يكون بدلها باللي هي ديت، ودي طبعا حاجة جميلة، او حاجة جميلة منه جدا. فلو انت جيت بصيت هنا على كل حاجة منهم هتلاقي فيه دايما في يعني في كل لاندنج بيج فيهم بيبقى فيه اكشن معين هو عايزك تاخده. طيب يبقى خلينا كده ننظم التفكير بتاعنا. احنا رقم واحد هي انشاء القائمة البريدية، دي من اهم الفانلز اللي انت بتبنيها. تمام. طيب الحاجة التانية ان انت بتشوف رحلة عميلك داخل كل لاندنج بيج من دولت. لاندنج بيج يعني داخل كل اهي، يعني انا لو جيت مثلا ضغطت على دي ودخلت كده عليها، دي اسمها بالنسبة لي لاندنج بيج اهي. فداخل كل لاندنج بيج بيبقى فيه اكشن عايزك تعمله، وبيسيب لك زي ما انت شايف كده هو يعني ان انت تحط الميل بتاعك اهو. طبعا هو ده موجود على الويب سايت بتاعه من تحت اهو، بيبقى سايب لك لو انت ايه اللي انت محتاجه، لو عايز اي حاجه خاصه من الحاجات ديت، 10 نصايح في حاجه معينه، كتيب دليلك الاول للفيسبوك وهكذا يعني. هديكوا بعض الامثله، يقول لك حط الاسم بتاعك وحط الايميل بتاعك واجري هيجي لك على طول على الميل بتاعك. فدي هي فكره ان انت تحقق او تجيب قائمه بريديه، ودي حاجه شرعي جدا، حاجه ما فيهاش حاجه اسمها تحايل على الناس، مش حاجه اسمها انا بديك خدمه فانا محتاج ان انا اخد الداتا عشان اقدر كمان افيدك. وبالمناسبه انا مفيش ويب سايت لجون لو حد زي جون لومر او ما شبه جون لومر اللي انا مشترك في القائمه البريديه بتاعته. مفيش طبعا، وعلى راسهم نيل باتل، يعني انا مشترك في كل فتره بيبعت لي ايميل بحاجه بنصيحه معينه، بمقاله معينه انا بستفيد منها كخالد. فبالتالي هو ده يعني ما عندوش مشكله خالص، الراجل بيبني تراست او ثقه ما بينه وما بينك من خلال ان هو بيديك انفورميشن مش بشكل دوري، بشكل دوري. فبالتالي انت هنا نفس الكلام برضو. يعني لو كنت تلاقي كل لاندنج بيج بيبقى ليها اكشن، بيبقى ليها كول تو اكشن، فانت لازم تحافظ على دوت برضو في اثناء وانت بتعمل الموقع او الويب سايت بتاعك، تكون محافظ. وتربطه بقى طبعا بالماسنجر، تربطه بالواتساب، ايا كان اللي انت حابب ان انت تربطه فاربطه طبعا. ولكن انا بفضل دايما الماسنجر لسهولة التواصل لكل الناس اللي عندك. ففكرة ان يبقى عندك ماسنجر زي ما انت شايف كده اهوت، والناس ان هي تتواصل معاه، فدي طبعا حاجة يعني حاجة طبعا كويسة جدا. الحاجة الأخيرة انك دايما بتسيب حافز عندك في الويب سايت ان العميل يقعد اكبر عدد ممكن على الويب سايت بتاعك. ان انت برضه تسيب حافز ان العميل ان العميل اللي داخل عندك على الويب سايت ياخد اكشن معاك في بعض الاجزاء من الويب سايت، يقلب في صفحات، يقلب مثلا في مقالات، الكلام دوت اديله او حط له الحافز. زائد ان انت الشكل او التصميم بتاع الويب سايت طبعا بتحاول ان انت تحافظ على عدة عوامل اهمها راحة العين، سهولة الوصول لكل صفحة من الصفحات، دي طبعا من الحاجات الاساسية. وهتلاقي طبعا اكيد اي مبرمج بيعمل لك الويب سايت اكيد لازم يكون فاهم طبعا حاجه زي كده. حافظ على رحله عميلك داخل الويب سايت، دي من اهم النصايح اللي انا حابب ان انا اقولها لك. انا كده خلصت معاكم فكره ان انت تفهم الفانلز عن اساسياته، وهتلاقي ملف ان شاء الله اللي موجود عندك في الديسكريبشن هيساعدك بشكل كبير. ويمكن اديتك كده نموذج تخيلي لشكل الفانلز اللي ممكن تعملها على الويب سايت بتاعك وتربطها بباقي المنصات اللي عندك. انا كنت سعيد معاكم في يعني يمكن تجربة في كورس مصغر، يمكن فيها شوية نصايح، فيها يمكن شوية خطوات ممكن لعل وعسى تفيدك، واتمنى ان هي ان شاء الله تفيدك في رحلة البيرسون براندنج بتاعك. وما تترددش طبعا انك انت تبعت لي لو عندك اي سؤال، عندك اي
حاجة تكتبها لي في كومنت، او تبعت لي عندي على الفيسبوك، او تبعت لي على الواتساب. هتلاقي كل وسائل التواصل موجودة عندك في الديسكريبشن. اشوفك على خير ان شاء الله، وانتظروا باذن الله كورس طبعا الديجيتال ماركتنج المجاني هيكون باذن الله في يناير 22. شكرا ليكم، وشكرا لكل المستمعين الاعزاء ولكل المتابعين الافاضل. شكرا ليكم، شكرا لدعمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.